هسيبها له كده عشان يبص كده. جاهزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد أحمد خليل المغربي، مواليد 6/11/50، الجنسية مصري، وبدأت دراستي في مدرسة أبناء الأشراف الابتدائية في شارع الجعفرية والشرقية بورسعيد. انتقلت بعدها إلى مدرسة الجلاء الابتدائية اللي هي في شارع 100، بعدها إلى مدرسة بورسعيد الإعدادية، ثم بورسعيد الثانوية، وكانت أيامها اسمها بورسعيد الثانوية العسكرية. وجت الهجرة، ففي ثالثة ثانوي انتقلنا إلى كفر الشيخ، فخدت الثانوية من مدرسة كفر بيلا الثانوية المشتركة، ومنها إلى كلية الآداب جامعة القاهرة. في كلية الآداب التقيت بالكثير من البورسعيدية أصدقاء تلك الفترة، منهم العزيز محمد خضير، أحمد حسين المحامي، وآخرين لا تستحضرهم ذاكرتي الآن. اتخرجت من قسم الفلسفة وعلم النفس، كان مزدوج في سنة 71 72، وبعدها دخلت القوات المسلحة. كنت قبلها في بورسعيد كان في تطوع في المقاومة الشعبية، واتطوعت في المقاومة الشعبية مع الفنان الجميل المرحوم عبد القادر مرسي، وسلمونا بنادق في ذلك الوقت. وكان بورسعيد مقسمة إلى مربعات، كان مربع رقم 4 تحت قيادة الملحن المرحوم الدسوقي الغماز، وكان الضابط اسمه سالم، ضابط المسؤول عن الوحدة. بعد ما الهجرة خلصت ورجعنا من كفر الشيخ إلى بورسعيد، شكلنا في كلية الآداب جماعات اسمها جماعة خدمة الجبهة من طلبة الجامعة، عشان نخفف عن الجنود اللي محبوسين، مش محبوسين يعني ما يقدروش يسيبوا منطقة القتال. ونزلنا بكتائب خدمة الجبهة إلى السويس وبورسعيد، وحتى بدأنا ندعم فرقة الكابتن غزالي الله يرحمه هناك، وشاركناهم في العديد من أمسيات السويس. وانتهت الحرب على خير بانتظار الجيش المصري في 6 أكتوبر سنة 73. وبعدها قرر السادات سنة 74 إسقاط التصاريح. التصريح كان دخول بورسعيد أو الخروج منها كان بتصريح من 69 لحد 74 سنة سقوط التصاريح. رجع البورسعيدية بقى في 74 بدون نظام، والبلد اتملت، وبدأت مرحلة
الانفتاح اللي سماها أحمد بهاء الدين انفتاح السداح مداح. لا شك ان الانفتاح نفع بورسعيد واجرى فيها بعض الحركات المالية والاقتصادية، لكن كان انفتاح غير مدروس. ودي احنا حاولنا ننتهز الفرصة ونحيي حركة الأدب. سبتمبر 79 أسسنا بالإضافة للحاج نصر علام وبعض الأسماء الكبيرة في ذلك الوقت حزب العمل الاشتراكي، وكان مكانه فوق الجامع التوفيقي مكان الاتحاد الاشتراكي السابق. استغلنا المكان في ان احنا نعمل ندوة. استمرت الندوة من سنة 79 لحد النهاردة، بس اتغير اسمها في النص. كان اسمها لقاء الأربعاء واحنا فوق الجامع التوفيقي، ندوة أدبية ثقافية متنوعة، وكان حضرها مرة 2 من ألمع الأسماء، المرحوم إبراهيم شكري والمرحوم حمدي أحمد. وحمدي أحمد حاول معانا يأسس فرقة مسرحية لحزب العمل، وعملنا عرض مسرحي كبير قوي أيامها، قعد كام يوم في دار الثقافة على مسرح دار الثقافة، وكان اسمه مش لعب عيال، تأليفي وإخراج محمد حماد، هو دلوقتي موجود في حزب الحركة الوطنية، وتمثيل أعضاء الحزب. والمسرحية بفضل الله كان فيها جانب وطني كبير. أنا في الفترة دي بدأت أكتب الشعر وألقيه علانية، واشترك أدباء بورسعيد في تأسيس منتدى أدبي في نادي المسرح، كان اسمه صالون إيه اللي أسسه فؤاد صالح، جمعية أدباء وفنانين بورسعيد. بعد كده اتحولت، يعني كان صالون في نادي المسرح، والنهارده المشكورين اللي في نادي المسرح الأستاذ مصطفى مجدي مصطفى وآخرين بيحاولوا يعيدوا مجد ذلك النشاط الثقافي في نادي المسرح. وفعلا السنوات دي اللي عملنا فيها هذا الصالون مع فؤاد صالح وسمير معوض وآخرين، عملنا كذا ندوة كان بيحضرها المحافظ وكان بيحضرها الأدباء كبار، وكانت لحظة توهج كتبت فيها عدة قصائد في الأيام دي، خاصة أنها كانت مصاحبة لغزو العراق 2000 هذا كان 2000 وكام 1 و2، يعني منها قصيدة أحاول أقولها في اللقاء ده. ونشرت بعدها هذه القصائد في مكانين مختلفين، في جريدة الجمهورية اللي هي قصيدة أيامها أيام سمير المساكي، كان سمير رئيس التحرير سمير رجب، نشروا لي قصيدة اسمها إيزيس وما شاءت، احتمال نتعرض لها لأن كتبت عن إيزيس كتير. وفي ليبيا بعت رسلتهم بمقالات مترجمة ما زلت محتفظ بيها لحد دلوقتي، الكلام ده من 50 سنة أو 40 سنة تقريبا، مش 2002 و2004 50 سنة ولا أقل. محتفظ بجرايد، جريدة الزحف الأخضر، جريدة الفجر الجديد، نشروا لي ترجمات وقصائد. وأيامها ما كنتش بتقاضى أي أجر نظير ما أكتب، إلا لحظة واحدة لما قالوا لي طيب أنت ترجمت مقال اسمه انهيار الشوية قبل ما تنهار الاتحاد السوفيتي بحاجة بسيطة، مقال كان نشر في نيوزويك وجرنال نشره لي، فقالوا لي طب ما تترجم كتاب، حولوني على حاجة اسمها
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع في مصراتة في جنب طرابلس. هنا بقى ترجمت أول مرة كتاب كبير جدا بيتباع لحد دلوقتي في الأسواق العربية، قطر ودبي، اسمه المشاهير. ايه اسمه؟ معايا صورته في البتاع. وقائع، اسمه وقائع ومشاهير. كان 850 صفحة ومعايا صورة الكتاب لحد دلوقتي، ومعايا نسخة. واشترى المحافظ الدكتور مصطفى كامل 10 نسخ على حساب المحافظة، اداهم لمكتبة كلية التربية وكلية الآداب ودار الثقافة ومكتبة مصر العامة. موجود النسخ دي. الكتاب ده اكمله كان تجربة غريبة ما بين الفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتماعية والأحداث التاريخية الكبرى، من أول تسميم سقراط لحد صبرا وشاتلة. فده شجعني على ان انا اول مره اقبض فلوس بقى في دي. كنتش قبضوني بتوع الدار الجماهيريه للنشر والتوزيع في نظير ترجمه هذا الكتاب. وبدات يعني اخد ابعد عن الشعر شويه، يعني وقفت الترجمه شويه وبدات اكتب شعر، وخدت على كتفي بعض اشعاري سنه 2002 كده، وسلمتها اتحاد كتاب مصر. من سنتها وانا عضو اتحاد كتاب مصر، من 2005 عضو اتحاد كتاب مصر في لجنة الشعر وشعر الفصحى. هم صحيح عملوا احتفاء واحد طوال هذا التاريخ وانا ما زعلتش، يعني احتفوا مرة واحدة طوال هذه السنين، بس انا مبسوط ان بالفعل الشعر كان بياخد مني طاقة غضبية كان ممكن تعييني. زي مثلا في حرب العراق كتبت قصيدة اسمها مقاطع من موت عربي، وقلتها في نادي المسرح قدام المحافظ ايامها كان سامي خضير الله يرحمه. بقول فيها ايه؟ مش هنقول شعر في اللقاء مش كده؟ استجدي منكم بضعة عطف اسمها مقاطع من موت عربي. استجدي منكم بضعة عطف جرعة شوق اتسول في طرقات عروبتكم صلة للقربى، تشهد ان النخوة ما ماتت فوق جباه احناها الذل، ارسلوا عبر الايوكس وعبر الانترنت وعبر الاسطول الخامس مزقا من لحم عربي ودماء كانت عربية سالت فوق اسرتكم اذ ضجع غصبا صاروخ كروز. يسرايا تجول مقاهيكم ونواديكم، بارات الخمر فقرات الرقص الشرقي تدخل قاعدة العديد وتطوف شوارع جدة تبحث عن وجه عربي واحد. لا أجد سوى وجها أمريكيا يتكرر ده مطبوع من 20 سنة، بس القصة مكتوبة قبل كده بكتير. لا أجد سوى وجها
أمريكيا يتكرر تدخل قاعات العديد وتطوف شوارع جدة وتدقق بحثا عن سمت عربي في طنجة وطرابلس وصنعاء وعمان. تدخل القاهرة التيه تسألكم حفنة ود وقليلا من بارود. قلتم ساعتها لما لم تترك يمناك هناك وتجيء هنا؟ لما لم تترك يمناك هناك وتجيء هنا حيث الدفء وهزات البطن وشجب العدوان؟ كانت يمناي بهذه اللحظة تحرقها قذائف طائرة الأباتشي وبضعة آلاف علب الكنتاكي ونصف من مليون هرقل عبر دروبكم الممتلئة بأناشيد النصر. تلتفت عيوني باحثة عن عين تبكي خوف الله أو عين تبكي بغداد المصلوبة بين قنابل يورانيوم ودعاة حقوق الإنسان. لم أجد سوى صوت الأمريكي دعيا وعتيا باركه الله إذ تثمر أشجار الحرية أجسادا فحمها النابلم كي يكفيها شر الجوع. باركه الله إذ جاءتنا بشارته عبر ضفاف الأهواز تحمل موتا ديمقراطيا يمتلئ حياة. باركه الله والشيطان إذ هو جاء وأنتم لا تأتون تولون ظهوركم اللامعة البيضاء نحو مقام علي سيد شهداء الله وتعتكفون وتبتهلون وتنتظرون أن تكشف عنه الغمة. ها وجاء يرفع علامة سلام ينسجها بخيوط دماء تنسرب حثيثا من آبار النفط أو شقشقة كلام يتهادى في أبهاء الأمم المتحدة وأنا أسعى بين ضروب عربية ومتاهات عربية علي ألمح وسط داجير اليأس المطبق وغلالات الفشل الحالكة المتحلقة منازلكم وجها عربيا. لم ألمح إلا وجها أمريكيا يتكرر بين بقايا اللحم ورائحة البارود يتسامق في وجه الأحلام العربية كحدائق بابل في قنبلة الإيكونستيك ويف. وضحى طفلة عمري الموجوع لا تعرف أن الشفتين اختلطت بهما الكلمات. لا تقوى أن تتلو صلاة دون دموع. لا تعرف أن سماء جنين الآن تمطر فوق أخيها ألسنة من نار. ألسنة لا تعرف إلا أن الله أستغفرك اللهم محبوس داخل قنينة خمر وأن شرايين البترول لابد تمتد حتى يشرب منها تمثال الحرية. وضحى طفلة وطن المصروع تحت ركام الدمار ظمأة لا تقوى شفتاها أن تجرع قطرة ماء. شاهد حتى أن الوجه الطفلي الوادع تحسبه لوحة شيطان وحشي كاسر تتداخل فيها العينان بأرنبة الأنف بأطراف الشفتين تنتج مخلوقا شائه. هذا خلق ترامب أو بوش. يأتيني الصوت الواهن بعدا. هذا خلق الضعف العربي القابع خلف عروش. لكن بساطة وبراءة وجه ضحى اصطحبتها أيدي الشيطان. تتسلل عيني من بين العين الباقية لها تبحث عنكم يا الله. ها أنتم أكثر خلق الله صلاة لكن كغثاء السيل. ها أنتم بالمسجد بكنيسة روح الله وبالمعبد تتجافى أعينكم وجه ضحى وتبتهلون وتعتكفون. تطلع عين الطفلة لي أن الله فأعود أستجدي بلطة فأس أو خنجر. ساعتها قلتم لي لما لم تترك ابنتك بدارفور وتجيء هنا وتلملم نفسك أشتاتا وتجيء هنا حيث الدفء وهزات البطن وإدانات الرحماء. هاكم صرخات ضحى تلهب نارا في أحشائه
إذ تهبط بالعين الباقية إلى القدمين تدرك أن الأقدام النامية الغضة قد نهبتها أمريكا، وأنا أبحث بين ملايين الأوجه عن وجه عربي واحد أو حتى وجه مؤمن، لا أجد سوى صوت الأمريكي داعيا وعتيا يقرأ من مزمور داود بين قوسين: يا ابنة بابل طوبى لمن يضرب رأس ابنتك بصخر. راحت قدماي تطوف بيوت الله، رادت صلوات الزيتونة والأموي، ورأتكم تبتهلون وتنتظرون، ونسيتم أن الإيمان ما وقر بقلب ثم عدت إلى بيروت أجر خطاي أحمل في الكف سلاحا والأخرى تحمي ما بقي من جسم ضحى. تأتي أمواج الليزر من حيث تشاء تنثرني وضحى أشلاء تلو الأشلاء، وتقولون: لما لم تترك جثتك بدرفور وتجيء هنا حيث لا نامت أعينكم يا نقط. بعدها استمرت في كتابة الشعر، وبعدها بدأت أطبع. ده من ضمن الدواوين اللي طبعتها بعد كده، اسمه لك يا وطن. وبدأت الترجمات بتاعتي تجيب فلوس. أنا ما كنتش يعني لحد سنة 2018 كده ما كسبتش فلوس من الأدب. كسبت من الأدب امتى بقى؟ مع الكتاب بتاع وقائع ومشاهير اللي كان صادر عن الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، والكتاب ده صادر عن هيئة الكتاب بتاعتنا المصرية، اسمه أقوى امرأة في إفريقيا. ترجمته من عربي لإنجليزي وأصدرته الدار وادت الفلوس الهيئة العامة للكتاب. وبدأت يعني إنتاجي يقل في الشعر وفي الترجمة. الإنسان وصل لمرحلة خلاص بقى الكتابة ضعيفة أوي، لكن وصلنا في حزب العمل ندوة أمواج، وساعدنا على تشجيع ندوات أخرى زي ندوة الشرق بالظبط، لأن الحركة الأدبية الأهلية هي أمل هذا الشعب. الحركة الأدبية الرسمية مش هي الأمل حقيقي الحركة الأدبية الأهلية. فكان لابد إن احنا نشجع قيام منتديات أدبية في بورسعيد ونحضر الندوات دي. فبدأت أخذ النقد بقى، بدل ما بكتبش الشعر أنا خد النقد. ففينا سؤال عن النقد، معايير تقييم العمل اللي هو معايير في النقد. هو أهم معيار والرئيسي المهيمن جماليات الكتابة قبل الموضوع وقبل الهدف وقبل السياسة. هل الموضوع الأدبي اللي أنا بتناوله نصا شعريا، نصا سرديا، نصا مسرحيا، هل في جماليات؟ لأن ما يفرق بين النص الأدبي وكلام الشارع، الشارع بيحكي حواديت كتير، الشارع وبيقول كلام حلو، الأمثال الشعبية كلام حلو، لكن الذي يفرق بين النص الأدبي والنص الشعبي والسرد العادي جماليات اللغة. بستخدم قد ايه بلاغيات، تشبيهات، كنايات، توريات، لان دي اللي بتثبت في ذهن المتلقي. الكلام العادي بيبقى حلو يسقفوله، ينفع في المظاهرة، ينفع في جلسة صبر، انما ما يثبتش في العقل الشائع العربي والشعبي الا الجماليات. صورة، تشبيه،
كناية، تورية، تمثيل. يعني مثلا لو قلنا ايه المتبقي من امرؤ القيس مثلا؟ هل كلامه عن مكرر المفرر المخبر المدبر معا؟ لا. شوف اللي يثبت لنا: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. دي ثابته كسوره. اقفوا نعيط على بيت الحبيب اللي اندثر ومشت منه الحبيبه. مثلا واحد زي محمود درويش بيقول كلام حماسي كتير، لكن شوف الصورة اللي هيقول عليها دي: أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 إلخ من الكلام السردي ده. وأعمل مع رفاق الكدح في محجر. فهل تغضب؟ صورة. أنا مش سوبرمان، مانيش رئيس العالم، ده أنا شغال في محجر مع الرفاق والكدح، وبصرف على أولادي 8 اللي تاسعهم سيأتي بعد صيف، وأولادي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف. فهل تغضب؟ اكتب أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 إلخ. كلكم عارفين القصيدة دي. فإذا يتبقى من الأدب شعرا كان أو قصة أو مسرحا الصور البلاغية. يعني مثلا لو خدنا قصيدة لمظفر النواب، شو هو بيقول؟ معلش انا بتعرض لقصائد خارج شعري، لكن في الاطار، لان احنا بنتكلم عن موضوعات خاصة بالوطن. كل من يكتب خارج هموم الوطن بيهزر. عراقي، مصري، سوري، كل من يكتب خارج هموم الوطن بيهزر، بيلعب. لأن وطن زي وطننا مليان هموم يجب الالتفات إليها أدبا، مش أدب تحريضي، إنما إلقاء وتجسيد ضوء على مشاكل هذا الوطن اللي مليان مشاكل، مليان جراح، مليان آلام. شوف مظفر النواب قال إيه: وتقولون القدس عروس عروبتكم. عادي، فش صحيح، بيتغنوا بالقدس من 50-60 سنة. قدس. فلماذا؟ شو بقى اما الشاعر سيك بالشاعر، اما الاديب يحس بهم الوطن. فلماذا ادخلتم كل زنات الليل الى غرفتها؟ شو التعبير؟ فلماذا ادخلتم كل زنات الليل الى غرفتها ووقفتم خلف الابواب تستمعون لصرخات بكارتها وطلبتم منها ان تصمت صونا العرض. انا اسف اللفظ اللي اقول ابناء القحبة هل تسكت مغتصبة؟ بس الادب لما يتحرق قوي هموم الوطن بيقول وعلى فكرة لا اظنه ادبا من يبتعد عن اشجان الوطن. يعني مثلا نرجع 600 سنة ورا، الكلام بيجي بعده. يعني شكسبير لما كتب تاجر البندقية كتبها بيهزر عشان يعرض مشكلة بنت ولا حاجة، بيعرض مشكلة قوم ساكنين بين شعب مش قادرين يلتحموا بيهم فبيتاجروا فيهم. شايلوك لما سلف البطل سلفة اشترط عليه انه يردها في يوم معين. عادي، كل الناس بتسلف وبتشترط، لكن شوفوا الشرط: اذا تأخر يترك
قطعة لحم من قلبه، يشوف حتة لحم من قلبه لأنه مش قادر يدفع الدين اللي عليه. دي على فكرة ده ملخص المسرحية اللي مليانة هموم وحب وبتاع، وواحد بيتجوز واحد لا، لكن الملخص هو ده. أنا اللي معايا فلوس وأنت ابن وده غريب وده ابن الوطن. يعني اللي بيسلف غريب، مش من الشعب الإيطالي، ده غريب عايش في جيته، ومع ذلك هو بيسلفه ويقول له إذا اتأخرت اديني فرصة اخد حتة من كبدك، بدك 2 جرام ولا 10 جرام مش فاكر، انما قطعة. طبعا ربنا ما بيسيبش هؤلاء التجار يمرحون دون ظهور مقاومين اذكياء. فيجي محامي قدام القاضي يقول احنا موافقين، اقطع حتة من كبده، اقطع. يقول للتاجر المرابي خد سكينة اهي، بس في شرط. شوف الشرط اللي هيظهر فجأة للمواطن الوطني الذكي. في شرط، هتقطع 10 جرام 20 جرام من كبده اهو قدامك اهو، شرط ما تنزلش نقطة دم، لأن في ذلك الوقت كان نقطة دم من المواطن كان لها ثمن كبير، سجن واعتقال ومصادرة. القاضي وافق، خد اقطع كده شوف، ما يقدرش. فسقطت القضية، بل وطلب المحامي تعويضات من التاجر المرابي. شوفوا دي مسرحية مكتوبة 650 سنة بتؤكد ان في قوم يسكنون مكانا مش بتاعهم ويتاجروا فيه. انا بلمح لحاجة جايز توصل حضراتكم لكن دي موجودة. فكان همي الحقيقي أن الأديب الصادق يكتب عن هموم الوطن وآلامه، بدل ما يكتب رغم ان التاني مهم بحبك ليه أو يلا نتقابل أو دي حاجات إنسانية، لكن دي بتلغي الكلام في هموم الوطن تماما. فكان الحقيقة يعني أنا عشت على قد ما أقدر. الهم الوطني ما كانش أيديولوجية بالنسبة لي، يعني ما كانش معتنق فكري عام، كان معتنق فكري خاص بيا. ما كتبتش حاجة خارج هم الوطن. يعني في قضية تانية أنا كتبت عن إيزيس كتير، اسمها قراءة متأنية في بردية إيزيس. إيزيس عديها مصر. قلت كتبت سيكون الرب إلهك في أقصى الأرض وتمد يديك فلا نيل يأتي. شوف كلمة نيل دي كتبت من كام سنة؟ القصيدة دي كتبت من كام سنة؟ هنا الكتاب ده بقى له 20 سنة أو 15 قبل ما تظهر مشكلة النيل. فلا نيل يأتي ولا تأتي خضرة، تقرأ في أروقة الأبدية أن الموتى حتما يأتون إلى الغرب، فكل بطون الأرض حواصل طير ينظمها لحن الكهنة في منف، والقمر العائد من غيب السجن يكتال لها الحب بلا خوف. لكن عطاياك يا إيجيبتس لا يذكرها الآن السيف. الواقع بس مليان إشارات ورموز. كل بطون الأرض حواصل طير ينظمها اللحن والكهنة في منف. كانت مصر هي سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية. النهارده مصر بتشحت بعد ما كانت بتأكل. لكن عطاياك يا إيجيبتس لا يذكرها الآن السيف. المهم ان بالفعل استغرق لي هذا الهم الوطني، بحيث ان انا يعني انا ارتقيت في التدريس من مدرس فلسفة الى مدرس لغة انجليزية الى مدرس لغة فرنساوية. ده حاجة غريبة طبعا،
بس كان عندي بعض البراعة في اللغات الأجنبية. أنا طلعت اشتغلت موجه لغة فرنسية فترة مع التوجيه، بل إن نقلوني سينا سنة أو 2 في توجيه اللغة الفرنسية. البنت دي صبحت عليها بالفرنساوي مرة رد. فالهم العام كان شاغلني لدرجة ان مفيش طالب عندي في الثانوي ولا في الكلية. انا درست في كلية التربية دي في الادب الانجليزي فترة، كانوا بيجوا اشرح لهم ياخد عندي درس بفلوس. مش سذاجة، انما ركوب الهم الوطن العام هو اللي كان بيحرك الواحد. منها بدأنا ننقل هنا لقاء الأربعاء، عملناه أمواج واستمر 30 سنة بعد كده. وأعتقد كفاية كده عليكم، أنا أتعبتكم وشكرا لهذا أستاذ محمد يعني حاجة أنا سارة هاني، ممثلة مسرح من بورسعيد، وبفخر جدا إن من بورسعيد. يمكن لأن الأقاليم مش واخدة حقها قوي في الفن، لكن كلنا بنقول إن بورسعيد ترسانة ممثلين. لو بدأنا مع الإلهامات اللي خلتني أشتغل تمثيل مسرحي، من صغري بحب التمثيل، من صغري وانا صغيرة جدا، من الدراسة كمان، لان كنت اغلبية الوقت بدرس تاريخ الادب الفرنسي، فحبيت ألبير كامل جدا وحبيت فيكتور هوجو جدا. فلما اشتغلت حبيت اشتغل ادب عالمي فرنسي، اشتغلتهم والحمد لله نجحت فيهم. ومن وانا صغيرة كنت بحب اتفرج على المسرحيات الكوميدي واحفظها واحفظ ادائها. كان دايما والدي يقول لي انت لو بتحفظي المناهج زي ما بتحفظي المسرحيات تبقي ممتازة يعني. والدي كمان كان بيحب المسرح وكان بيحب المزيكا، ووالدتي نفس الحال، فيمكن الموضوع في دمي شوية من وانا صغيرة او جينات. بدأت المسرح مع مسرح الجامعة. اول حاجة اشتغلتها لقيت نفسي محققة فيها نجاحات كبيرة، كانت قصائص بورسعيدية، دي نوستالجيا عن بورسعيد وعن التراث البورسعيدي وعن الأغاني السمسمية. أول ما بدأت جبت جوائز كتير من أول سنة، ففرحت جدا، فقلت استمر. فلما دخلت الكلية قالوا لي في الأول أصل انتي مالكيش دعوة بقى بالدراسة بتاعة الكمبيوتر والكلام ده، فشوفي بقى الحاجات اللي فيها نشاط في الكلية. فدخلت فعلا النشاط المسرحي، وكان بدايتي مع أستاذ محمد الملكي. اشتغلت قصائص بورسعيدية، جبت فيها كذا جايزة، وجبت فيها جايزة إبداع، وجبت فيها ممثلة أولى على مستوى وزارة التعليم العالي. فالحمد لله قلت لا هكمل. اشتغلت بعدها باستمرار في الكلية لغاية ما خلصت كلية خالص، وبعدين بدأت اخد الموضوع بشكل احترافي اكتر. قلت لا اشتغل بقى مسرح عادي. انضميت للثقافة واشتغلت مسرح، وبعدين جيت عملت عرض اسمه اشباح كامل نجفة. ده كان تأليف دكتور احمد عزت واخراج هاني نصر. كان عرض مسلي جدا ان الواحد يشتغل ميتا مسرح في انه هو يعمل كذا شخصية من مسرح واحد. فجاء اتفرج عليا استاذ عبد الرحيم حسن، كلنا عارفينه، ممثل بورسعيدي عملاق ونجم محترف جدا، وخصوصا في مسرح استاذ محمد صبحي ومن قبل كمان. فقال لي عرضنا العرض في بورسعيد، وقال لي نشتغل في القاهرة. اما رحت القاهرة عشان نشتغل في القاهرة فاجئني، قال لي انتي موجودة في القاهرة كام يوم؟ قلت له لا انا موجودة فترة يعني. قال لي خلاص احنا لينا مشوار كده مع بعض شغل. فاتفاجئت ان انا رايحة مسرح استاذ محمد صبحي، وده كان حلم من احلامي ان انا اسلم على الراجل ده بايدي، مش بس اشتغل معاه، لا اسلم بس عليه بايدي. فرحت لقيت مسرح محترفين، مسرح مش موجود في بورسعيد،
مسرح فيه حاجات كتير جديدة عليا عشان اتعلمها. بدأت اقول بص لنص الكوباية، لا هو نص الكوباية ما كانش مليان، الكوباية كلها كانت فاضية. اتعلمت، بدأت اتعلم اكتر، اعرف يعني ايه مسرح له كواليس، له اضاءة، له كلام، كل حاجة ازاي اشتغل بشكل منطقي على المسرح. فاشتغلت معاه مسرحية غزل البنات والحمد لله حققت فيها نجاح كويس. واما رجعت لقيت الوضع طبعا اختلف، من اني بشتغل كمسرح هواء الى مسرح محترفين. طبعا الوضع اختلف معايا جدا، وتعلمت منه حاجات كتير خلتني بقيت الترشيح الاول لناس كتير في بلدي، وجالي بعدها تكريمات كتير. وانا بعتبر ان التكريم اللي بيجيلي من بورسعيد افضل من اي مكان في العالم، لاني لما اتكرم في بلدي ده معناه ان بلدي شايفاني عن اي مكان في مصر. وحكاية ان بلدي شايفاني دي غالية عليا قوي، لان مسرح بورسعيد طلع ناس لا يستهان بيهم. طلع استاذ محمود ياسين، طلع محمد عناني، استاذ عباس احمد، طلع ناس كتير. ففعلا بورسعيد ترسانة ممثلين. الحاجات اللي علمت في مسيرتي طبعا قصائص بورسعيدية، لان خدت فيها جوائز كتير. اشباح كامل نجفة، غزل البنات، وكان في عرض كاليجولا تأليف أستاذ محمد عبد الهادي وإخراج أستاذ أحمد عجيبة الله يرحمه. عجبني جدا مسرح الأدب العالمي، ما كانتش أول مرة اشتغل أدب عالمي، اشتغلت أدب عالمي كتير قبل كده. ألفريد ريتشارد راينمات اشتغلت له زيارة السيدة العجوز، اشتغلت ألبير كامي سوء تفاهم، واشتغلت كاليجولا، واشتغلت مسرح عالمي كتير، بس انا يعني مش فاكره الا دول حالي. احدب نوتردام فيكتور هوجو، والبؤساء فيكتور هوجو برضو لميزرابل. طبعا ساعدتني دراستي كتير في اني اما اشتغل في مسرح عالمي اشوف العرض ده من انهي مدرسه. يعني لبوسي دو نوتردام اللي هو احدب نوتردام وميزرابل طلعوا بعد قيام ثورة فرنسا، فطلعوا من المدرسة الأدبية الرومانسية. وكان لازم نشير إن فرنسا في التوقيت ده كانت ليها 3 أهداف مهمين لثورتها، كان لازم نوجه الأضواء عليها: الحرية والأخاء والمساواة. فخلانا اشتغلنا الدور بشكل متوسع وشكل مفهوم. بتعامل ازاي مع الادوار المختلفة في الاعمال المسرحية؟ كلنا عارفين كمسرحيين او كممثلين ان اي شخصية مسرحية او اي شخصية درامية ليها 3 ابعاد: فيزيائي واجتماعي ونفسي. فاول حاجة لازم نحضر لها تاريخ الشخصية، ازاي هي كانت جايه منين، ايه الظروف النفسيه اللي ممكن تاثر عليها، ايه الاوضاع اللي موجوده حواليها في المسرح او في النص علشان تكون محطوطه تحت الظروف دي. بتتعامل ازاي مع الشخصيات اللي حواليها، شخصيات النص عموما. فده اي ممثل لازم يحط عينه على الحاجات دي. بحضر ازاي؟ فعلا بجيب ورقة وقلم وبقعد اكتب عن تاريخ الشخصية او انا شايفاها ازاي. الابعاد النفسية ليها كتير، وفي حاجات بتلغي بعد من ال3 ابعاد، بس ده ما بعتبروش اتقان كامل للشخصية. يعني ممكن البعد الفيزيائي والبعد النفسي يبعدوا شوية عن يعني البعد الاجتماعي والنفسي يبعدوا شوية عن البعد الفيزيائي، لكن ده ما بيتحققش كتير او ما بيخليش الشخصية المسرحية متكاملة. بس ده ممكن الممثل الشاطر يتغلب عليه نوعا ما. بتعامل مع الضغط والتوتر في العروض المسرحية باني ببعد عن كل الحاجات اللي تبقى ضغط عليا في المسرح وقتها. وقبل العرض لازم اقعد نص ساعة كده مع نفسي استحضر في الشخصية واستحضر الذاكرة الانفعالية من حياتي الخاصة اللي ممكن تساعدني في ان انا اعمل الشخصية بشكل سليم.
اكيد كل انسان اتعرض لمواقف من شخصيته في العروض المسرحيه، سواء مواقف كوميديه او تراجيديه. اهم المدارس الاخراجيه اللي اتعاملت معاها، بحب المسرح الهزلي، بحب المسرح الجاد، وده بيبقى موجود جدا في المسرح العالمي. الادب العالمي كله مسرح جاد. بحب طبعا المسرح الكوميدي، وبحب التاريخ السياسي الديني، فده بيخليني احب الكباريه السياسي جدا. ده اتحقق مع استاذ محمد صبحي كتير. بحب اشوف انتقادات الناس لشخصيتي ايه واتعلم منها، لان البني ادم او الممثل عموما لو ما اتعلمش من اخطائه مش هيبقى ممثل صح، ولا ممثل جاد، ولا ممثل كويس، ولا عارف ايه اللي ممكن ينجح فيه ويسقط فيه. خشبة المسرح دي حاجة مقدسة بالنسبة لي، دخولي عليها زي الدخول في الصلاة، لا يمكن تليفون يمنعني عنها، لا يمكن اي مشوار مهم يمنعني عن اداء لبروفتي. حاجة بالنسبة لي مقدسة من الدرجة الاولى. وعلى فكرة قد ما هتدوا المسرح وقد ما هتدوا الفن هيدي، لان كل ما هتحب الشغل كل ما هتلتزم فيه اكتر، وكل ما هيبقى معروف عنك ان انت ممثل ملتزم وذو اداء مميز، فده هيساعدك كتير ان انت تكون فعلا الترشيح الاول لناس كتير. بتعامل مع النقد والتعليقات فعلا ان انا بحاول اتعلم منهم بقدر الامكان، وبيحصل لي مواقف كتير غريبة. اولها ان انا في مخرجين وثقت فيا ان انا اطلع عرض في يوم. يعني مسرحية الكمين انا استلمت العرض استلمت الشخصية قبل العرض ب3 ساعات، وفعلا عملت العرض والحمد لله حقق نجاح كبير. وده خلى ناس كتير تثق فيا، وان انا بحفظ بسرعة وبشتغل اداء محترم واداء بشكل صحيح بسرعة، فده خلاني ترشيح برضو اول. الصعوبات اللي بيقابلها المسرح المصري دلوقتي او المسرح في الثقافة الجماهيرية هي دايما الامكانيات وعدم الثقافة. يعني احنا مسرح الثقافة فعلا بيقابل جهل شديد جدا من المخرجين بشكل عام ومن الامكانيات بشكل خاص. المخرج الشاطر ممكن يطلع عرض من اقل تكاليف، لكن هو ده مش صح، لان كل ما كان في امكانيات اعلى كل ما بقينا متطورين ومثقفين في شغلنا اكتر. اللي بيدرس حاجة بيعرف يطلعها بشكل مظبوط، اللي دارس اضاءة بيعرف يطلع الوان بشكل مظبوط على المسرح فبيبرز الممثل بشكل كويس، اللي دارس تأليف بيعرف كويس يقول صور جمالية للنص كويسة، فده بيخلي الاذن المستمع مسترقة ان هو يشوف العرض بشكل اجمل. فده احنا فعلا في الثقافة الجماهيرية بنقابل صعوبات كتير من جهة الجهل بالمسرح والجهل بالمدارس الفنية والإمكانيات المحدودة جدا في ميزانيات المسرح. أي نصائح بقدمها للممثل إنه ما يحسش بالنجاح اللي هو حققه، لأنه لو حس بالنجاح مش هيعرف يوصل للنجاح الأكبر. هو لازم طول الوقت يحس إن هو كان لازم يدي الأحسن، فيحاول يعمل الأحسن، يحاول يبذل مجهود للأكبر، وده ان شاء الله يوصله لمكانة اعلى. واهم حاجة بحب اوجه رسالة لكل الممثلين: ما تحاولش تتعامل مع الفن بايديولوجياتك الخاصة، حاول تتعامل مع الفن بالايديولوجيات اللي عامة للثقافة، لان ده الايديولوجيات الخاصة بتغيب ثقافات كتير عن الوعي، لكن الايديولوجية العامة للثقافة الفكرية ان انت تتكلم في كل حاجة وبشكل محترم وغير مبتذل لكن لازم ما يكونش العقل مغيب او غير واعي. بس كده، شكرا. انا متشكرة جدا للقاء الجميل ده.